مين اللي جايين دول؟ يا لهوي ده ابن عمي عندليب يا خالد عندليب الدقو؟ انا مين انا مين السلام عليكم. هيا المكان يلا. ازيك يا عم ابن ادم؟ ازيك يا عم الحاج؟ منين انت؟ حاج زنبوط انا بالمنطقه. انت بقى اللي مدوخني بقى لي 3 ايام بدور عليك؟ ايه يا عم انا بقى لي 3 ايام بدور عليك. كمل سلامات كمل سلامات يلا سلامات. انا شفته من برا ده حاج زمون ماشي. الحاج زمون تفضل. عم مكرونه الله يخليك. ايه دي؟ حلوه مكرونه الكفايه. نزلت عندنا هنا. تفضل. يا عم الله يخليك. تفضلوا 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 تفضلوا. لم يدري رسالة صورة سلامات. مرحب شرفتونا وانستونا وكذا يعني. الله يخليك يا عم الحاج. وني انت بقى الحاج ما تدينا دي نلبسها حاج بس زمون. البسها عشان الكورونا. وبعدين انت راكب بوس في العيال كده وموالك اسود. تتلبس كده يا زمون. بس يا اسود. ايه المكرونه دي؟ الكورونا دي رقمت في الصين ايوه دلوقتي. المرض شغال الله نزل عندكم انتوا كمان. الشعب المصري هيقتل نفسه بوس. تمشي في الشارع كله يبوس في بعضه يعني. لو رقم واحد انصاب بعد الظهر هتكون القصه خالص. يا راجل ممنوع البوس دي المفروض يمنع البوس. في الكلام ده حاج زفلوط؟ في كلام. اسمي زموط من زفلون. انت حاج زموط. ايوه كده. نتكلموا في المهم بقى. دلوقتي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عايز اتكلم معاك في الكلام المهم اللي انا جاي عشانه بقى. نقول لك ايه؟ ايوه يا عم الحاج. معاك سيجاره؟ معايا يا عم البنطلون فين؟ هو دي البنطلون. انا بس يعني هو ده الله يخليك. الدنيا ماشي يا عم البلاد. ماشي يا عم الحاج. الله يخليك. بس انا دلوقتي عرفت انت الحاج زفلوط. انت ما عرفتش انا مين. لا انا مش عارف انت مين والله. بس انت شكلك راجل كده يعني 100 100. الله يخليك. انا العندليب. عندليب؟ ايوه. عندليب الدقي؟ لا عندليب اسكندريه. عندليب اسكندريه؟ اللي مسيب كل راجل في اوليه. ايه؟ انا عندليب اسكندريه اللي مسيب كل راجل في المنطقه وليا. مسيب كل راجل في المنطقه ولا لا ايه؟ بقول لك انا مسيبهم يعني عامل لهم رعب في المنطقه. بص يا عم الحاج، اولا انا عندي 7 محلات ملابس. منهم محل ملابس داخليه ومنهم محل ملابس الشريشات. اموت في الداخلي. ومحل كلاسين عندنا في اسكندريه. ما عندكش حاجه خارجي خالص؟ وعندي 7 عربيات منهم عربيه موجوده و6 تانيين محطوطين في الجراج عشان المرض اللي موجود في العربيات. صلى على النبي. انت شغال في الداخلي بس؟ انا شغال في كل حاجه يا عم الحاج. صلى على النبي. تمام. انت كده عرفت انا مين. ماشي. دلوقتي يا عم الحاج دلوقتي انا ليه عندك امانه وجاي اخدها. امانه؟ انا بقول يا عم امانه 10 هنا حنيمشي. ايه يا عم انا جاي اسحب منك ولا ايه؟ بالراحه يا علي وبس بنشوف الامانه ايه. هو مين الواد ده اللي وشه هيتكتف ده؟ المعلم الدش اللي هو لابسه. ايه يا عم بالراحه بس انتوا. بس يالا حط الرايه طاقيه يالا. ما تجيب لي يا عم كاسكيته يا عم. خد يا عم. يا عم هنيه يحيى. ايوه ماشي بس يالا. هو انت جايبه من التريقه عليه ولا ايه؟ لا والله يا بس انا مش واخد بالي يا عم. انا ممكن نعمل موبايل دلوقتي للبلد عندنا اقلب لك المنطقه دلوقتي. نعمل ايه؟ انا اسف. هات الحديد يا عكوش. يا عم حديدة ايه يا عم؟ ما فيش حديد يا عم. الحديد يا عكوش بس دي يعني ايه يعني؟ بقول لك يا خالد انا مش قلت لك ده شكله جاي ياخدني. يا عم ربنا نعلم عليك وسط منطقتك. ايه نعلم عليك وسط منطقتك. صدق وتؤمن بالله. لا اله الا الله. خد بقى مني طلاق رسمي مش عليها الطلاق بالثلاثه كل 9 متر في بندقيه. يعني انت بتهددني ولا ايه؟ اما انا عاوزك تقعد كده وترسي احسن. بص نعلقك اهو. يا عم ربنا يعلم عليكم وعلى المنطقه بتاعتكم دي. بس طول بالك بس. ايه دي ايه دي؟ ايه يا عم مالك في ايه يا عم انت وهو؟ بس طول بالك. خبر يا حاج زمون. بدل المعلم عليك يا بس يا ابني لعب العيال ما يخش معانا يا حبيبي. اهدى علينا شويه كده احسن علينا. والله نعمل وحده فرح انت عشان انا لوحدي في المنطقه تتنطط عليا ولا ايه؟ خش في الموضوع يا غالي. انت شايل انا عايز ايه؟ بنت عمي يا عم. فين هي بنت عمك دي؟ موجوده هنا في المنطقه. ايه يا عم مالك؟ ايه يا عم؟ يا حاج زمون. بنت عمه مين؟ انا مش عارف مين بنت عمه. مين بنت عمي؟ ودي ابن عمك صحيح؟ يا خالي. ايوه يا عم دي بنت عمي وانا كاتب كتابي عليها من 7 سنين. ايه يا عم؟ استنى. ايه يا ابني اللي شاف جهنم للجنه يا ابني؟ ليه يا عم؟ هي عايزاني يا عم وتسالها. لو ما كنت عايزاني اقعد بعدين عارف مين عارف مين عارف مين. ايه يا عم انا اسف. يعني ايه تعمل ايه يعني؟ مش عايزاه يا خالي وما اعرفهوش. انا يعني من نعمل وحده فرح ونعزمك فيه. انتوا ليه بقى؟ نعمل وحده فرح ونعزمك فيه. لان انا معزوم والدنيا كلها عزماني. بس انا مش همشي من المنطقه غير لما اخد بنت عمي. هو عنده مصانع والدنيا رايقه. مصانع ايه يا خالي؟ الواد دوت صايعه بتاع بنات يا خالي. عندك 7 عربيات.
عندي 7 عربيات و18 مصنع، ممكن اكتب لك 15 باسمك والثلاثه امشي عليه بيهم. يا خالي ده مش هتعرف تنصب عليه، اسمع مني. ما عندوش مصانع بحور يعني؟ لا ما عندوش اي حاجه، ده بيشتغلك. هو باين عليه برضه، هو باين عليه. لو المصحف عندي يا عم الحاج، بس هي بتقول كده عشان مش عايزه تيجي معايا. بقى انت عندك مصانع اشرب كيلو باطر يا راجل، ده اللي مش طايق ناكل عليه الطلاق بنشرب مري. وربنا ده بوكس دي بوكس او المصحف جبت سيره البوكسات، الله يكفيني شر البوكسات، ما جبت سيره البوكسات. شيل يا ابن البندقيه ما حدش جاب سيره البوكس، انا ساعة ما بنجيب سيره البوكس جسمي ما بقاش عارف بعض. لان اخرة الموضوع ده عشان احنا معلمينهم من اقيا. الله يكفينا شرهم. انت مسطول ولا ايه؟ انا سايبك من الصبح عمال اتنطط كده وتقول عندي ومش عندي وانتوا مش عارف ايه واحنا مش عارف ايه. خلي بالك انا الخمس جوارات عندي اشتروا 9 مصانع من المصانع بتاع الملابس الداخليه بتاعتنا. يعني ايه يا عم الحاج؟ يعني ايه انت مفكر هنا احنا بنتخانق على قفانا ولا ايه؟ يا عم المصحف انا جاي اخدها بالادب يا عم. ادب مين يا حبيبي؟ انا اقيق ولا احترام. يعني منين الصرصار اللي جنب ده؟ ايه يا عم مالك في ايه؟ بص يا حبيبي، ايوه صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. السواق ده انت جايبه منين يا ابني؟ تعالى هنا قرب مننا اهو. جايبه منين انت؟ من اسكندريه. جايبه من اسكندريه؟ ايوه. امال فين السبع عربيات بتوعك؟ لما في فيروس منتشر في المنطقه اسمه كورونا بقى، وقلت اخلي العربيات بدل ما تتعدي من المرض ده. لا انت قدهم قاعدين مع جماعه كورونا، راح نقعد في العربيه قبل ما تيجي. يعني انت تسيبني لوحدي يضربوني؟ لا مع نفسك بقى. لا احنا مش هنضربوه. امال ايه؟ هندوك وجبك بس. انت عاوز ايه من تحت الدواسه كده عشان خاطر نخلص وانت جاي تهزر ولا لا 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 لا؟ انا جاي اخد الموز اللي انا كاتب كتاب. يا عم انا اسف. هاي حكموك. اديني الموز عليه وانت والعيال ده اديها له. اديها له سيبوني عليه. يعني دي تلزمني. عليه ولا اديها له؟ دي ايه ده يا عم الحاج؟ انت سايب العيال يعملوا فيا كده؟ روقوني عليه روقوني عليه وانت انا بتساعد. يا حاج عايز مين؟ انا عاوز بنت عمي. تعال على الاتهام. ايوه تعال. روقوني عليه.